السلام عليكم. هنعمل النهاردة معاكم حاجة تحلية في البيت تكون سهلة وبسيطة وكلنا نقدر نعملها، وفي نفس الوقت تشرفنا قدام ضيوفنا، متاخدش مننا وقت نهائي. طبعا هنجيب معانا بسكوت، تقريبا علبة 200 جرام من البسكوت، أي نوع بسكوت احنا بنحبه. ناخد البسكوت ده كله في كيس بتاع اللبن وننعمه، وده كان شكله النهائي بعد ما نعمناه. ده طبعا بنحط منه طبقتين، ولكن بنركنه على جنب دلوقتي ونعمل معانا ايه؟ كاستر. نجيب معانا نص كوباية من الحليب، وندوب عليها معلقتين من الكاستر، ندوبهم تدويب كويس ونركنهم على جنب عشان نجهز بعد كده بقية الوصفة. وصفة سهلة جدا يا جماعة وأي حد يعملها في البيت. بعد كده نجيب كوباية من الحليب، نحطها على النار ونحط عليها سكر. السكر بتاعنا تقريبا هيبقى معلقتين من السكر أو معلقة ونص، كل واحد على حسب السكر اللي بيحبه في الحاجة بتاعته. ده طبعا الكاستر بتاعنا بعد ما ندوبناه كويس. طبعا بندوب الكاستر بعيد عن النار عشان ما يكتلش مننا، لان طبعا انتوا عارفين ان الكاستر ده عامل زي الايه، زي النشا. وندوب ده كله كويس لغايه لما يتماسك مع بعضه. نحاول نخليه مش تقيل قوي، لان طبعا لما يبرد معانا هيتقل كمان شويه. ده طبعا بعد ما خلصنا الكاستر. وهنعمل معانا كريم جانتيه. كريم اللي بيعمل كريم جانتيه يا جماعه في منه الخام وفي منه الدريم، في منه عادي، في منه عليه السكر. فتقريبا لازم واحد يبقى عارفه عليه سكر ولا ايه، ولا خالي من السكر. طبعا فضينا الكريم جانتيه بتاعنا وحطينا عليه 3 معالق من السكر، وحطينا عليه معلقة حليب، وحطينا عليه 10 مكعبات من التلج. اللي عنده خلاط طبعا هينجز المهمة دي بسرعة، لكن أنا بعملها على إيدي عشان اللي ما عندوش خلاط. طبعا ده بعد ما قعدنا ندوب فيه تقريبا حوالي 7 دقايق لما وصلنا للنتيجة دي. طبعا مش هجيب لكم 7 دقايق وأنا بدوب، أنا بجيب الخلاصة يعني. هنجيب معانا اللي عنده قمع بتاع التزيين، ناخد القمع ونملاه كريم جانتيه عشان نبدأ إيه، نعبي الكوبايات بتاعتنا. يا جماعة الوصفة دي سهلة جدا ونقدر نعملها في البيت وطعمها خرافة. جربوها هتحبوها جدا، وسهلة بسيطة نقدر نحضرها في أي وقت، عندنا ضيف، عندنا عزومة، أي حاجة. نعمل طبقة من البسكوت طبعا في أرضية الكوباية أو الكاس اللي عندي، كل واحد على حسب الموجود في بيته. ويعني يا جماعة مش لازم الطريقة اللي أنا بعمل بيها، يعني مش لازم البسكوت المعين اللي أنا اشتغلت بيه. ممكن أي حد بيحب بسكوت مثلا نوع مختلف تاني يجيبه. يعني شكلوا وغيروا في الحاجة اللي انتوا بتعملوها، مش لازم تعملوا الوصفة زي ما انا عملتها بالظبط، ومش لازم تعملوا اي وصفة زي ما انا بعملها او زي ما غيري بيعملها. على فكرة كل واحد بيعمل بطريقته، وبرضه في الاخر ممكن تطلع كويسة او ممكن تطلع احسن من الطريقة بتاعتي كمان. انا بكلمكم بصراحة، فانت حاولوا تغيروا، يعني فاهمين، مفيش حاجة صعبة. الطريقة دي بصراحة انا شفتها، يعني انا شفت الطريقة زي كده مش هي نفس الطريقة وعجبتني، فانا ابتكرت فيها شوية وطلعتها، مش هقول يعني اختراع ولا حاجة. طبعا عملنا اول طبقة البسكوت، وبعد كده عملنا طبقة الكاستر، وبعد كده حطينا بسكوت تاني، وبعد كده كريم جانتيه. وطبعا مخلي عندي شوية فتافيت من البسكوت عشان ازين بيهم، بحيث في الاخر الشكل يطلع معايا كويس. واللي عنده مثلا بسكوت عايز يزين بيه كيت كات، او اي نوع تاني من الانواع اللي هو بيحبها. طبعا هنزين كده الكاسات بتاعتنا كويس، لان الكاس ده لما بنزينه كويس لو بنقدمه قدام ضيف او حاجة بتبقى حاجة يعني ايه، تشرفنا يعني. ده طبعا بنقدمه في البيت عندنا قدام نفسنا، يعني بنقدمه لنفسنا مش بنقدمه لحد تاني. فاحنا عايزين نشرف نفسنا بنفسنا. شايفين ما شاء الله الكاسات عاملة ازاي؟ والله بصراحة أنا ما كانش هين عليا أضرب في المعلقة، يعني أحط المعلقة فيه وآكل منه. وكنت حاسس إن أنا يعني إيه، هو ما خدش مني وقت صحيح، ولكن يعني ابتكرت فيه يعني. جديد عليا الموضوع إن أنا أشتغل في القسم ده بمعنى أصح. ولكن الموضوع سهل خالص يا جماعة، اللي يشوف تجربة ويا ريت ما يحاولش يقلدها كمان، لا يحاول يبتكر فيها ويغير فيها ويشوف ايه الصح يعمله يعني. مش شرط نفس الحاجة يعني يا جماعة. انا حطيت نوعين من البسكوت، اللي حابب يحط نوع تاني يحط، اللي مش حابب يحط خالص برضه ما يحطش. ولكن حاجة خفيفة خالص، طعمها جميل جدا. طبعا كلنا عارفين الكريم جانتيه، طبعا كلنا بناكله سواء على الجاتوه ولا التورتات ولا حاجة خفيفة وجميلة. والجيلي نفس الموضوع، الكاستر نفس الموضوع تقريبا، قريب من الحلويات خالص او حلويات. البسكوت ما بننعمه طبعا بيدينا طعم جميل.
بمعنى أصح الكاس ده طالع تحفة، والله العظيم تحفة، جرّبوا مش هتندموا، ومش شرط الكاس اللي أنا عملته، يعني جرّبوا الطريقة يعني بمواصفات نفس دي مواصفات تانية مختلفة، أي مواصفات، ولكن يعني الشكل لوحده